تخيل تصحى الصبح محدش يقول لك تروح فين، محدش يحدد مرتبك، محدش يتحكم في وقتك. الحرية حق مش رفاهية. لكن السؤال، هل ممكن فعلا تكسر حاجز الوظيفة التقليدية؟ في 2025 الإجابة دي اتغيرت، والناس اللي فهمت القواعد الجديدة بقت بتكتب قصتها بنفسها. خلينا نبدأ بالحقيقة اللي محدش بيقولها. إنك تبقى شغال لوحدك ده مش هروب من الشغل، لكنه هروب من التحكم. لو انت قاعد دلوقتي في شغل تقليدي، بتصحى الساعة 6 الصبح، تزاحم في المواصلات، ساعة رايح وساعة راجع، تقعد 9 ساعات في المكتب، ومرتبك بالعافية بيكفي آخر الشهر. لو بتحس إنك عايش عشان تشتغل مش بتشتغل عشان تعيش، انت مش لوحدك. جيل الشباب الحالي اللي هو من 20 ل 30 سنة هو أول جيل في التاريخ بيشوف الوظيفة التقليدية كفخر مش إنجاز. ليه؟ لأن أهلنا عاشوا في زمن الوظيفة كانت بتعني فيه الأمان، لكن إحنا بنعيش في زمن الوظيفة تعني فيه السجن. الشركات مش بتكبر، المرتبات ما بتزيدش مع التضخم، والترقية بتطول بسبب المنافسة. في نفس الوقت في شباب ما كملش ال20 بيكسب في الشهر أكتر من مرتب سنة كاملة لموظف في ال30. طب إزاي؟ بسيطة، فهموا إن السوق اتغير. دلوقتي السوق ما بقاش محلي، السوق عالمي. الشركة في أمريكا أو أوروبا أو الخليج بتدور على حد يعمل لها شغل بجودة عالية وسعره قليل، وانت من اوضتك او من كافيه قريب منك تقدر تبقى الشخص ده. لكن خلي بالك، انك تشتغل لوحدك مش حكاية رومانسية. مش هتقعد على البحر بلابتوب وتشتغل ساعتين في اليوم وتبقى غني. الحقيقة ال6 شهور الاولى هيبقوا اصعب من اي شغل تقليدي اشتغلته قبل كده. هتشتغل اكتر وهتكسب اقل وهتحس بالشك كل يوم. هل انا غلطان؟ هل كان المفروض افضل في الشغلانة اللي كنت فيها؟ هل انا فعلا اقدر؟ الاسئلة دي طبيعية، لكن الفرق بين اللي بينجح واللي بيفشل مش الموهبة، لا، الفرق هو النظام. خلينا نتكلم بصراحة، ايه اللي انت محتاجه عشان تبدأ؟ اول حاجة المهارة. مش لازم تكون عبقري، لكن لازم يكون عندك مهارة السوق محتاجها. المهارات الاكثر طلبا في 2026، اول حاجة كتابة المحتوى او كوبي رايتنج. الشركات محتاجة ناس تكتب اعلانات تبيع، محتوى سوشيال ميديا يجذب، مقالات SEO تتصدر على جوجل. لو بتعرف تكتب بطريقة تأثر، انت قاعد على منجم ذهب. تاني حاجة تصميم الجرافيك او الموشن جرافيكس. كل براند محتاج هوية بصرية، تصاميم، اعلانات، لوجو. لو عندك عين فنية وبتعرف تستخدم اي من ادوات الفوتوشوب، إلاستريتور، افتر افكت، فيجما، السوق مفتوح قدامك. تالت حاجة البرمجة وتطوير المواقع. اي شركة ناشئة او مشروع او فكرة محتاجين موقع الكتروني او تطبيق. لو بتعرف فرونت اند او باك اند، ووردبريس، شوبيفاي، الطلب عليك اعلى من العرض. رابع حاجة التسويق الالكتروني وادارة الاعلانات. الشركات بتصرف ملايين على الاعلانات الرقمية. لو بتعرف تدير اعلانات على فيسبوك او جوجل او تيك توك، لو بتعرف تعمل SEO، انت تقدر توصل لاعلى دخل ممكن فريلانسر يحققه في السوق. خامس حاجة مونتاج الفيديو. المحتوى المرئي النهارده سيطر على كل حاجة، يوتيوب، تيك توك، ريلز، شورتس. لو بتعرف تعمل مونتاج احترافي، احب اكد لك شغلك مش هيقف ابدا. تعليم بقى مجاني تقريبا بين يوتيوب ويودومي وكورسيرا وسكيل شير. لكن انتبه للفخ ده، وهو ان انا عايز اتعلم كل حاجة. اختار مهارة واحدة بس واتقنها، لان التشتت بيساوي الفشل والتخصص بيساوي النجاح. ثانيا البورتفوليو. البورتفوليو هو واجهتك للعالم مش سيرتك الذاتية. العميل مش محتاج يعرف شهاداتك ايه، لكن عايز يعرف ويشوف شغلك شكله ايه. طب ازاي تبني بورتفوليو وانت لسه ما اشتغلتش؟ دي اكبر حاجة بنسمعها، مفيش حد هيشغلني وانا ما عنديش خبرة. الحل هنا اعمل شغل تجريبي وهمي، موك بروجكتس. فلو ليك في التصميم، اعمل تصميم لوجو لبراند وهمي، اعمل بوستات سوشيال ميديا لمطعم من الخيال. لو كاتب، اكتب 5 مقالات متنوعة في مجالك المفضل. لو مبرمج، اعمل موقع لنفسك، اعمل تطبيق صغير يحل مشكلة بسيطة. ولو ليك في التسويق الرقمي، اعمل استراتيجية تسويقية كاملة لبراند موجود وعايز يكبر، وانشر البورتفوليو بتاعك على المنصات دي: بيهانس للمصممين، جيت هاب للمبرمجين، ميديوم للكتاب، وطبعا لينكد ان للناس كلها. ثالثا المنصات. اول اتجاه هي منصات الفريلانس العالمية الاكبر والاقوى. المنافسة فيها عالية لكن الفرص لا نهائية. اول واحد اب وورك، انت بتعرض خدماتك والعميل بيجي لك. تاني حاجة فايفر،
زي ابورك بالظبط، لكن المنافسه اقل شويه. تالت حاجه فريلانسر للمحترفين فقط، لو دخلتها الاسعار هتكون خياليه. تاني اتجاه هي المنصات العربيه. اول حاجه مستقل، افضل منصه عربيه العملاء فيها بيتكلموا بالعربي والدفع بالدولار. تاني حاجه خمسات للخدمات الصغيره، بدايه كويسه جدا. تالت حاجه يريد، منصه احترافيه للمشاريع الكبيره. لكن الحقيقه افضل العملاء مش على المنصات، افضل العملاء بتلاقيهم لما تتواصل مباشره مع اصحاب الشركات على لينكد ان، تبني حضور وتعرض خبرتك على اكس او تويتر، تشترك في جروبات الفريلانسرز اللي موجوده على الفيسبوك. وطبعا الريفيلرز او التوصيات من عملاء قدامى بيرشحوك لعملاء جدد، هو ده اقوى مصدر للبيزنس الجديد. رابع حاجه التسعير. اكبر غلطه بيعملها المبتدئين ان هم بيسعروا نفسهم رخيص قوي، بتفتكر انك لو سعرت نفسك رخيص هتجيب عملاء اكتر، وده غلط. اللي بيحصل العميل الجاد بيشك فيه، ليه رخيص قوي كده؟ اكيد شغله وحش، اكيد ما عندوش الخبره. اما العميل اللي بيدور على الرخيص ده اسوأ نوع عملاء، هيطلب منك تعديلات كتيره لا نهائيه، وهيتاخر في الدفع، وهيعاملك وحش. طب ازاي تسعر نفسك صح؟ اسال نفسك 3 اسئله. اول حاجه كام ساعه المشروع ده هياخد مني؟ لو المشروع هياخد 10 ساعات وانت عايز تكسب $5 في الساعه، يبقى السعر $50. لكن خلي بالك ضيف عليهم وقت التواصل، وقت التعديلات، هامش امان مش اقل من 20%، وبكده يبقى السعر النهائي بتاعك من 60 ل $70. تاني حاجه ايه القيمه اللي بتقدمها للعميل؟ لو بتعمل تصميم هيتم نشره مره واحده، غير لو انت بتصمم لوجو لشركه والشركه دي هتستخدم اللوجو لمده 2-3 سنين، القيمه اكبر بكتير من الوقت اللي انت صرفته من عندك، فبالتالي لازم تسعر على اساس القيمه مش الوقت بس. تالت حاجه العميل ميزانيته قد ايه؟ صغير مش زي شركه كبيره، اعرف مين قدامك وتفوت بذكاء. قاعده ذهبيه، ابدا بسعر معقول، وكل ما تاخد خبره زود سعر. كل 6 ل 12 شهر راجع اسعارك وزودها من 20 ل 30%. وخد عندك اطار عملي لخطه 90 يوم تخليك جاهز ان انت تشتغل في مجال الشغل الحر. الشهر الاول هو شهر التاسيس، اختار مهارتك، ابدا اتعلمها في كورس واحد مكثف، اعمل 3 مشاريع تجريبيه بتاعتك لنفسك، ابني بورتفوليو على بيهانس او موقعك الخاص، واعمل حسابات على ابور، فايفر، مستقل، واكتب البروفايل بشكل احترافي وارفع البورتفوليو. لما هيبقى كل ده معاك، ابدا قدم على 10-15 مشروع في الاسبوع، ركز على المشاريع الصغيره عشان تاخد الريفيوز. اما في الشهر الثاني فهيكون هدفك انك تاخد اول 3 ل5 مشاريع، حتى لو باسعار صغيره. اشتغل كانك بتبني سمعتك، واهتم بالتواصل، رد بسرعه، تعامل باحتراف، واطلب من كل عميل يكتب لك ريفيو، وركز على الجوده مش السرعه. وفي الشهر الثالث هيكون هدفك انك توسع شبكه عملائك، اعرض خدماتك على لينكد ان، في جروبات الفيسبوك، اعمل عرض بشغلك الناجح مع العملاء اللي اشتغلت معاهم، كيس ستاديز. ولو عايز تزود سعرك شويه تقدر تزوده من 20 ل 30%، ولكن تجنب الاخطاء القاتله دي باي ثمن. اول شهرين صعبين، لو استسلمت خسرت. 90% من الفريلانسرز بيستسلموا في اول 3 شهور، خليك من ال10 اللي بيكملوا. تاني حاجه مش كل عميل يستاهل وقتك، العميل السام التوكسيك بيطلب تعديلات ملهاش نهايه، بيتاخر في الدفع وبيقلل من شغلك، ارفض بادب وامشي. تالت حاجه لو اشتغلت 16 ساعه يوميا لمده شهر هتنهار، خد يوم اجازه كل اسبوع، اهتم بصحتك الجسديه والنفسيه. رابع حاجه انك ما تستثمرش في نفسك، فانت بتظلم نفسك. جزء من ارباحك لازم يروح لكورسات جديده، ادوات افضل، برامج ومعدات، موقع احترافي، لوجو او شعار مميز ليك. في النهايه انت بتشتغل لنفسك مش للكل، مش عشان صعب، لكن عشان مش كل الناس عايزه المسؤوليه. لما تبقى فريلانسر انت المدير والموظف، انت المسوق والمحاسب، انت اللي بتاخد القرار وانت اللي بتتحمل النتيجة. لكن في المقابل انت بتبني حاجة ليك، مش بتبني حلم حد تاني. كل ساعة بتشتغلها بتستثمر في نفسك، كل مهارة بتتعلمها بتزود من قيمتك، كل عميل راضي بيفتح لك باب جديد. والسؤال مش هل هتقدر، السؤال هل انت مستعد تدفع الثمن؟ لان الثمن مش فلوس، الثمن هو الصبر والوقت والتعلم المستمر والانضباط والايمان بنفسك، حتى لما كل الظروف بتقولك استسلم. لو مستعد ابدأ النهاردة مش بكرة، النهاردة. افتح الكمبيوتر، اختار مهارة، اتفرج على اول فيديو، كل اللي انت محتاجه عشان تبدأ. وبعد 90 يوم تعالى قول لي وصلت لفين. واخيرا لو حسيت ان الكلام لمسك دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، واكتب لي في التعليقات ايه المهارة اللي هتبدأ تتعلمها النهاردة، وايه اكبر حاجة بتخوفك من العمل الحر. ونشوفكم الحلقة الجاية، وسلام.